الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا باحسن صحة وباحسن حال. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض طواجن الفتة. حلوة جدا جدا وسهلة جدا، وحاجة كده تحسي ان انت بتاكلي في مطعم. حلوة جدا، طريقتها سهلة، انا هقولها لكم من الاول للاخر، بس يا ريت بقى ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ في عمل الفتة عندنا. انا طبعا سلقت اللحمة وعملت الرز وحمرت العيش وكسرته بالشكل ده زي ما انتم شايفين كده. بصوا كسرته اهو، حمرته وكسرته، مش مهم يكون اي شكل يعني مش لازم اي شكل معين يعني، بس لما بيتحمر بيبقى طعمه احلى. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط في كل طاجن كده شوية عيش محمص كده زي ما احنا شايفين كده اهو بالشكل ده. هنبدأ بقى، عندي الرز هنا اهو. بصوا الرز عندي اهو ما شاء الله مفلفل، شايفين حبايه بحبايتها ومفلفل زي الفل. هنبدأ بقى نحطه هنا على البريمة كده، الطواجن بتاعتنا هنبدأ نحط عليها الرز. ريحة الأكل ذات نفسه وهو بيتعمل بيبقى زي الفل. دلوقتي بقى هنبدأ نحط شوربة. بصوا هنحط شوربة قليلة كده علشان خاطر العيش يبقى مقرمش ويشربش الشوربة كلها، ونبصوا نلاقيه مش مقرمش كده ومعجن. لا، احنا عايزين هنحط شوربة قليلة اهو، معلقة شوربة في كل واحد كده. دلوقتي بقى هنعمل لها الخل والثوم، الدقة كده اللي هتتحط فوق الوش. دلوقتي زي ما احنا شايفين كده بنحمر التومة، بنخرط شوية توم كده، وبعد كده هنخليهم يعني كده يصفروا، يبقى لونهم ذهبي كده، وبعدين نبدأ ننزل عليهم بالخل والشطة اهو. دلوقتي كده اصفروا، هنبدأ بقى ننزل عليهم بالخل. خل اهو، الخل اللي احنا متعودين عليه بتاع السلطة عادي. وعندي هنا شطة، وشوية ملح صغيرين كده. بس كده غليت خلاص، هطفي عليها واشتغل بيها على طول. دلوقتي اهي عندنا اهي، بس دي بقى مشطشطه طبعا، والخل وكده يعني، خدوا بالكم. هتبقى ايه؟ هتبقى طعمها حاميه بس حلوه جدا جدا اهو. طبعا الخلطه دي بتبقى حاميه قوي، لو انت اللي مش عايز شطه ما تحطوليش، حطيله بس ايه، اعمليها له من غير شطه، خل وتوم. انا ما بحطش صلصه، انا هي كده بيبقى طعمها حلو جدا جدا وبتعجبنا بصراحه، يعني هي بتعجبنا بالشكل ده كده. هنا بقى انا عندي اهو سلقه اللحمه ومقطعها صغير علشان خاطر تبقى مستويه كده اهي. هنبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى اللحمه بتاعتنا كل واحد كده هتحطي له منابه جوه الطاجن بتاعه، هيبقى حلو جدا جدا. ده بقى شغل المطاعم والفنادق، شغل على كبير يعني، بيبقى حلو جدا ان انت تعمليه في البيت وتقدميه لولادك. طبعا بيبقوا سعداء كده وحاسين ان هم قاعدين بياكلوا في مطعم. دلوقتي عملنا الطواجن كلها زي ما انتم شايفين، شكلها حلو جدا جدا، وعايزه اقول لكم طعمها بيبقى تحفه
وريحة الخل والثوم كده وهما بيتعملوا، والعيش المحمص والخلطة كلها على بعضها بتبقى حلوة جدا جدا. بألف هنا وشفا للي هياكلهم. يا رب يعجبكم الفيديو وتكونوا استفدتوا منه، وألف شكر، ويلا بقى مع السلامة. بس ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة.